ثاندر بوليتس الفيلم اللي انا كنت متوقع انه هيطلع حلو وهو طلع حلو فعلا. في شويه عيوب صغيره وفي شويه مميزات حلوه. ليه؟ هقول لك. بص، لو انت متابع جيد لمارفل هتعرف من 2008 لحد 2019 ان كل شخصيه كان بيتعملها بطريقه كويسه قوي، من بدايه نيك فيوري وايرون مان اللي هو توني ستارك لحد ثور واللوكي. من بعد 2019 دي انت ما شفتش فيلم حلو. جه ساندر بوليتس في 2025 بتجميعة جديدة للإيفنجرز، ظهور شخصيات جديدة ما تعمقناش فيها قوي، ولكن ظهورها لوحده كان كويس، زي جندي الشتاء اللي أخيرا بياخد دور أخت بلاك ويدو، الفتنة اللي ما ينفعش أحط صورتها لأنها حلوة حلوة بزيادة. ظهورهم وتجميعتهم حلوة، وخصوصا إن هم مش أبطال، هم أنتي هيرو، ناس ضايعة وحاسة بالوحدة دايما، مش لاقيين أي هدف يعيشوا علشانه. فكانت بداية الفيلم بمحاولة تجميعهم، زائد ظهور سينتري. واللي ما يعرفش سينتري فهو حرفيا سوبرمان عالم مارفل. لا، ده كمان أقوى. أنت متخيل إن شخص كان فاشل ووحيد ومش لاقي أي حاجة في حياته يعملها، ما عندوش هدف، بيحاول يتجول في العالم، فبيكتشف إن في تجربة محتاجة متطوعين، فبيروح سينتري يتطوع، ومفيش حد بينجي من التجربة دي غيره. فده مبدئيا هو اسمه الحقيقي بوب. ولما التجربة دي بتنجح بيتحول لسينتري، وسينتري هو أقوى الشخصيات اللي موجودة في عالم مارفل بجد. أنا مش بقول لك كده استرسالة. تقرا كوميكس، ولو أنت بتقرا أصلا الكوميكس هتبقى عارف أنا بتكلم عن مين. The Avengers are not coming. Can people safe? ظهر في الفيلم فالنتينا اللي هي جمعت الافنجرز، وهي صاحبة التجربة بتاعة تحول بوب لسينتوري. ما حصلش فيها تعمق قوي للشخصية. الشخصية كانت بتحاول طول الفيلم تقتل باكي اللي هو جندي الشتاء، والجندي خارق الروسي، واخت بلاك ويدو، وبديل كابتن امريكا. انا مش هقول لك اسامي، انا هقول لك الالقاب بتاعتهم كده عشان انت برضو لو مش متابع جيد لمارفل فتفهم انا بتكلم عن ايه. كان تجميعهم بطريقه اوفر، هتحس ان هي شريره بجد. في اخر الفيلم ده ما ظهرش ان هي شريره، هو اللي ظهر ان هي كانت بتجمع افنجرز جداد. هل ينفع دول يبقوا مكان الافنجرز بجد؟ يا عزيزي، انا من وجهه نظري انك بتتكلم في ثلاثه جنود خارقين زي كابتن امريكا بالظبط، بتتكلم في سنتري اقوى كائن في عالم مارفل، او من اقوى الكائنات اللي موجوده في عالم مارفل. فتخيل لما ينضم لهم، وده اللي انا متاكد منه، ان هينضم لهم شخصيات جديده زي ثور مثلا، زي هوك اي، او البديل بتاعه. في شخصيات كتير هتظهر في المرحله اللي جايه. انا بعتبر الفيلم ده هو بدايه ظهور شخصيه جديده وبدايه مرحله جديده. الشخصيه هي سيندري، المرحله الجديده وهي تجميع افنجرز جداد لمواجهه شرير جامد قوي. معرفش هيظهروا افنجرز دومز داي ولا لا. ما ظهرش في الاعلان. اللي ظهر في الاعلان كان لوكي وكابتن امريكا وجندي شتاء ودكتور دوم. اديك تقييم للفيلم، ما تستعجلش. ايه السلبيات اللي موجوده في سيندري وظهرت في الفيلم؟ السلبيه الوحيده اللي بشوفها، بحس ان هي، انا ليه اخلي سنتري يروح للشخصيه الظلاميه ولما يرجع يفقد الذاكره؟ مش عارف. بس مش ده السلبي. انا مش بقول لك حاجات سلبيه او مش بعيد في الفيلم، ولكن حاجه ما عجبتنيش. فاهم؟ سنتري بجلاله قدره للارجر كوميكس، عارف مين سنتري؟ ليه كل ما يروح للشخصيه الظلاميه ويرجع تاني يبقى فقد الذاكره؟ ليه وليه ما عملتش سابس كرايب لحد دلوقتي؟ انا مش فاهم. عاملين سابس كرايب يا اسطى عادي، بنتكلم عن افلام مارفل، بنتكلم عن افلام عموما، بنرشح وبننتقد وبنعيش حياتنا كلنا مع بعض. فعلا سابس كرايب. والشيء الايجابي اللي ظهر في شخصيه سينتوكي انه بيروح فعلا للشخصيه الظلاميه، وفي الفيلم، والفيلم باين هي قويه قد ايه، وباين هي تقدر تعمل ايه. انت فاهمني؟ اقوى من الافنجرز متجمعين، ودي جمله اتقالت في الفيلم. تقييم الفيلم بالنسبه لي: افنجرز جداد بشخصيات حلوه، فيلم حلو رجعك لريحه ايام زمان، حرفيا ايام 2008 و2012 وتجميعة الافنجرز ونيك فيوري وكابتن مارفل. فانا ارشح لك الفيلم لو انت ما شفتهوش، وارشحه لك بشده بجد. انا اتفرجت عليه بكل حماس وحب، لاني كنت مفتقد عالم مارفل. واخيرا بظهور فيلم ثاندر بولت، فانا حاسس ان المرحله اللي جايه هتبقى حلوه، وحاسس ان هشوف افلام تانية كتير لعالم
مارفل بداية الحماس رجع الحمد لله. تقييم الفيلم بالنسبة لي أكيد مليون في المية 8.5 ويستاهل أكتر، ولكن أنا الكام حاجة اللي ما عجبتنيش اللي أنا قلت لك عليهم. حاجة من الحاجات اللي عجبتني كمان هو ظهور المبنى القديم بتاع توني ستارك اللي هو كان مجمع فيه الافنجرز اللي ظهر في افنجرز 2012. فدي كان شيء، ده كان المقر بتاع فالنتينا، واللي حصل فيه فايتات حلوه قوي. وعلى فكره اول الفيلم كله فيه حصل فيه فايتات كويسه مش وحشه. بس مش هحرق لك. لو انت حابب ان انا احرق لك الفيلم في فويس اوفر قول لي في الكومنتات، ما عنديش اي مشكله. اشوفك فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.